السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيأتي زمان على أمتي القابض فيه على دينه كالقابض على الجمر. ونحن نعيش اليوم هذا الزمان الذي أصبح فيه حكامنا خونة وسيوفا مسلطة على رقاب الشعوب، يحاربون الله ورسوله الذي حطم الأصنام وحاربها في الجاهلية، وها هم اليوم يعيدوها علنا في جزيرة العرب دون خوف لا من الله ولا من العباد. يبيعون أصنام الهندوس في محلات الخليج، ومن بينها هذا المحل في البحرين، حيث جاءت هذه المرأة الخمسينية الحرة للتبضع، ولكنها تفاجأت ببيع الأصنام فيه، فقامت بتكسيرها واحدا تلو الآخر، وطلبت منه أن يتصل بالشرطة وأنها ليست خائفة من العقاب. شاهدوا ماذا فعلت هذه المسلمة أخت الرجال. تعال هي أنت. هذه بلد مسلم صح؟ ليش هذا إنجليز؟ هذه بلد مسلم صح؟ أي مو مال كافر صح؟ أوكي أنت مسلم؟ هذه مال كفر صح ولا لا؟ عبد الأصنام هني. لا هو الكبير يسري النبي إبراهيم كسر الكبير فيهم بعد. يلا بالشرطة. مال هندوس تقول بعد. حياك الله يا أختنا، وبارك الله فيك وأعزك، وأسهله أن تكوني قدوة لكل المسلمين في التصدي للباطل.